السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال في اتم صحة. رمضان على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده بقى كده انا عاملاه يعني حاجات بسيطة كده كاستعداد او شوية حاجات كده حضرتها لرمضان. هي حاجات بسيطة طبعا، بس هتفرق معايا في الوقت والمجهود. تبقى حاجة جاهزة عندي. يعني اولا طبعا احنا عارفين المخلل ده لا يمكن ان في بيت ما بيستعدش لرمضان، يعني بالمخللات اللي هي المخللات البيت دي بتبقى جميلة جدا. انا خللت الليمون ده بالطريقة العادية بتاعتنا البسيطة خالص. سلقت الليمون وبدأت اغير له المية كده كل يوم لمدة يومين عشان يستوي على طول. وبعد كده مية السلق اللي انا سلقت بيها دي حطيت له حوالي كوباية، وحطيت عليه بقى محلول التخليل اللي هي المية والملح، وحطيت فلفل، وقفلت عليه البرطمان وسيبته على كده. بقى ان شاء الله افتح عليه على رمضان. بعد كده كمان معانا الجزر، ده من المخللات اللي هي ما بتتعمل في البيت بيبقى ليها طعم خاص. عملته قطعته بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها دي. وبعد كده برضو حاجة بسيطة جدا، حطيت عليه برضو مية بملح، وكمان حطيت عليه فلفل، اللي هو فلفل حار عشان يديله طعم، وشوية خل، وقفلت البرطمان وخلاص على كده. هنا بقى ده ليمون بالعصفر، كنت عملته معاكم قبل كده على القناة. ده ما غيرتلوش المية ولا حاجة. ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. كمان هنا عملت سبانخ، انا عملت كيسين بس، لان انا يا جماعة مش بحب السبانخ تقعد في الفريزر كتير. السبانخ والملوخية بالذات ما بحبهاش تطول، يعني بتاع وقتها للطوارئ بس. لان انتوا عارفين ان السبانخ طبعا بتاخد وقت شوية في التنقية وفي الغسيل والتقطيع. فدي كده هتبقى جاهزة معايا، هتوفر عليا وقت برضو. كمان دي بقى تتبيلة عبارة عن بصل، وبحط كمان معاها طماطميتين كده، بحب اكتر البصل شوية. كمان فلفلتين رومي، لو عايزة فلفل حار ماشي مفيش مانع، وشوية توم. ضربت ده كله على الكبة، وحطيت التوابل بتاعتنا عليه، ملح وفلفل اسمر وشوية كزبرة وكمون، بهارات، وشوية خل كمان ودبس رمان. وبعد كده عبيتها في الاكياس، هشيلها برضو في الفريزر. دي هتمشي معايا بقى في تتبيلة الفراخ لو هشوي فراخ، في تتبيلة اللحمة، كمان في السمك الفيليه، آه، يعني ماشية في كل حاجة. كمان معايا هنا بقى دي فراخ انا حضرتها كده. مهما كان يا جماعة برضو لو كمية بسيطة، انا عاملة الحاجات دي بكميات يعني مش كميات كبيرة. بس انا عاملاها كده عشان يعني لو في اي وقت انا بعمل حاجة في الشقة، لو تعبانة هتبقى معايا الحاجة جاهزة. دي كده جاهزة، هغسلها واحطها في الحل على طول. هنا كمان عملت عصير برتقال، هشيله في الفريزر. ده انا عاملاه معاكم برضو، لسه عاملاه معاكم على القناة. طلع معايا بالكمية دي، لان احنا مش كل يوم برضه هيبقى عصير برتقال. يعني ده كده برضه هسحب منه الوقت اللي انا مش بعمل حاجة، برضه ما عنديش وقت، تعبانة. هحطه بقى في الفريزر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والقاكم بخير ان شاء الله.